لقاء الصدارة في هذه المباراة والنتيجة الإيجابية بقيادة أمامنا جوسوالدو فيريرا المدرب البرتغالي لنادي الزمالك. الزمالك وصل بعدما تفوق على فريق راين سبورت الرواندي وعلى الفتح الرباطي وسانجا الكونغولي كونغو الديمقراطية، ثم تفوق في المجموعات على فريق نادي الصفاقسي بهدف مقابل لا شيء، في حين فريق نادي أورلاندو بايرتس تفوق على ريفينو من أوغندا، وفريق كان ايضا التقى مع مونانا الجابوني وكالوم الغيني وتفوق على فريق نادي ليوبار الفريق الكونغولي من كونغو برازافيل بهدف كان للاعب هابي جيلي. أبدا هنا تشكيلة نادي الزمالك في لقاء اليوم. في حراسة المرمى أحمد الشناوي هيلعب في مركز الايمن اليوم في غياب طبعا عمر جابر وحازم امام، وايضا اللاعب احمد علي واحمد دويدار ويوسف اوباما. يلعب في الدفاع اليوم حماده طلبه 22، علي جبر رقم 25، محمد كوفي 8 قلبي دفاع علي جبر ومحمد كوفي. احمد سمير النهارده بيلعب كظهير ايسر رقم 27. وسط الملعب احمد توفيق 12، ابراهيم صلاح القائد رقم 5، معروف يوسف 15، ثم ايمن حفني 14 واحمد عيد 10 وباسم مرسي في المقدمه رقم 17. اليوم يعود باسم مرسي ويعود احمد عيد بعد ان غاب عن مباراه فريق الزمالك امام الصفاقسي وامام هذه الجماهير هنا في مدينه نيلسبروت. المباراه في نيلسبروت نظرا لان ملعب الياس بارك ملعب فريق نادي أورلاندو بايرتس يعني في معسكر هم حاليا في نيلسبروت في الشمال شرق طبعا جنوب افريقيا وعلى بعد 330 كيلومتر من جوهانسبرج. الملعب اللقاء احد ملاعب كاس العالم. وتشكيله نادي أورلاندو بايرتس: حراسه المرمى برايتون مولونجو، خط الدفاع نيوازا 13، هابي جيلي 4، ويعود اللاعب ماهامودزا رقم 28 واللاعب مطلابا رقم 8. وسط الملعب راكالي رقم 25، عيسى صار رقم 18 اللاعب السنغالي، القائد اوبا منيزا رقم 10، سيفي سوميني رقم 11 في المقدمه. ودي اول كره من نادي الزمالك، اول محاوله زملكاويه هنا من ضربه البدايه عن طريق امامنا هو النهاري واللاعب الحاوي امامنا هو ايمن حفني. اول كره زملكاويه في مؤشر قوي مع بدايه وانطلاقه المباراه في هذه اللحظات. امامنا هنا البدايه والانطلاقه واول يعني لحظات اللقاء. امامنا مباراه تنتظر ان شاء الله جماهير مصر هذا اللقاء، وتنتظر ايضا لقاء النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اللي هيلتقي مع نادي الملعب المالي، ولكن في اطار المجموعه الاولى اللي بتضم ايضا كل من النجم الرياضي الساحلي ونادي الترجي اللي هيلعبوا مساء اليوم. ادي الهجمه والانطلاقه في المقدمه بيلعب جابوزا اللي معاه الكوره الخطيره امامنا هو رقم 30، واول كوره من جانب اللاعب جابوزا امامنا اهو اللي وضع الكوره لكن الى خارج الملعب ومعاه إراسموس. ادي امامنا هنا المدرب إريك تينكلر اللاعب السابق ونجم جنوب افريقيا في افريقيا 96 لما فازوا بهدفين كانوا المارك ويليامز على منتخب تونس واحد اللاعبين الوسط الملعب، وبجواره يجلس تيبوا مولوي، وكان تينكلر معاون مع روجر ديسا المدرب السابق لهذا الفريق فريق نادي أورلاندو بايرتس اللي لعب النهائي امام نادي الاهلي في عام 2013. البدايه والانطلاقه حكم اللقاء برنارد كاميل من سيشل حكم هذه المباراه. بدايه قويه ايمن حفني في اولى لحظات اللقاء. كانت الفرصه كده بعد مفيش يعني بعد 20 ثانيه، وبعد كده شفنا الرد بتاع اللاعب جابوزا. نادي الزمالك فوز في اخر لقاءاته على النادي الاسماعيلي بثلاثيه نظيفه. كان تفوق نادي الزمالك في تلك المباراه عندما سجل باسم مرسي واحمد توفيق ومعروف يوسف، وكان طبعا حافظ على صدارته للدوري وفارق ال6 نقاط عن النادي الاهلي. وان كان الزمالك لقاء مؤجل هيلعبوا مع النصر ان شاء الله يوم 15 من الشهر الحالي شهر يوليو. ادي امامنا هنا انطلاق احمد سمير النهارده، غياب لا شك حازم امام وعمر جابر وايضا احمد علي يوسف ومحمود يدار والجهاز الفني كما تابعنا في هذه اللقطه. مدير الكره تيجان اسماعيل يوسف وحديثه قبل المباراه حول اهميه العوده ب3 نقاط، وان نادي الزمالك قادر ان شاء الله على تعويض الغيابات. ان الزمالك يملك ترسانه قويه من اللاعبين في هذا الموسم، موسم استثنائي الحقيقه لنادي الزمالك. ادي امامنا التحرك المره دي إراسموس اللاعب اللي بيحاول ينطلق في الجبهه الشمال، انطلاقه سيفي سوميني امامنا رقم 11، عناصر اغلبها دوليه في منتخب جنوب افريقيا. انطلاقه من هذا الفريق أورلاندو بايرتس يحاول وتسديده من إراسموس لكن تعود مره ثانيه. نادي الزمالك عليه تضييق المساحات، نادي الزمالك عليه الانتباه والتركيز. وادي امامنا استلام راكالي ينطلق في الجبهه اليمين، راكالي عدى راكالي عمل ارضيه
كرة خطيرة جدا، كرة خطيرة في القائم امامنا اهو. شوف السرعة، لسه بنحكي عن المساحات والسرعة والكرة العرضية اللي اتعملت في منتهى الخطورة من جانب اللاعب جابوتزا. جابوتزا حاطط كرة ايه؟ كرة في منتهى الخطورة بعد مرور 3 دقائق في القائم، وتمر فرصة خطيرة جدا على مرمى نادي الزمالك لفريق نادي اورلاندو بايرتس. هنا الاختراقات والسرعة، يعني تحدث طبعا جيسوالدو فيريرا قبل المباراة حول ان اللاعبين الزمالك يعني ليسوا في يعني عليهم ضغط من نتيجة المباراة 4-1، وقال ان التفكير في الهزيمة السابقة غير وارد، سيلعب من اجل الفوز، وقال ان اورلاندو فريق يعني يملك قوة وسرعة والتحامات، وطالب اللاعبين بالحذر. وشفنا الاختراقة الخطيرة اللي اتعملت الحقيقة من الجبهة اليمين القوية اللي فيها اللاعب راكالي اللي جات له الكرة، لكن المرة دي قاطع احمد سمير قاطع ضغط حلو قوي، واخد الكرة من اللاعب السنغالي عيسى صار. مرة ثانية نادي الزمالك لازم يمسك كرة، لازم يهدى في هذه اللحظات. ادي ابراهيم صلاح استلام على طول معروف، مرة ثانية ابراهيم صلاح الضغط العالي، تصل على طول للقائد اللاعب منيزة خطر الكرة إراسموس امامنا، لكن لمسة يد. ادي حكم اللقاء الحكم برنار كاميل من سيشن، واحد من الحكام اللي حكموا في افريقيا الاخيره 2015 اللي اقيمت في غينيا الاستوائيه، وكان يعني حكم لقاء غانا والسنغال، وكان حكم لقاء الكونغو والكونغو الديمقراطيه، كونغو برازافيل الديمقراطيه في اطار الدور ربع النهائي. ادي امامنا هنا الخطير اللاعب راسموس، شوف امامنا لمسه اليد امامنا، لكن في كره في القائم عن طريق اللاعب اللي النهارده بيبدا اساسيا، كان غاب على اللقاء الاول اللاعب جابوتزا، كان لعب اللقاء الاول اللاعب باسيلا، لكن على فكره باسيلا خلاص النادي اخطروا بان لن يكون له مكان معهم في الموسم يعني الجديد. الموسم انتهى يوم 9 مايو الماضي، والموسم الجديد هينطلق يوم 8 اغسطس. جيسوالدو فيريرا بدايه المباراه وكره في القائم. شفنا الزمالك بدا عن طريق ايمن حفني مع ضربه البدايه، ولكن كره علت العارضه. شفنا ايضا الكره بتاعت جابوتزا اللي اخترق فيها من ناحيه اليمين، ومركزين على ناحيه احمد سمير. طبعا النهارده احمد سمير بيلعب في هذا اللقاء، حماده طلبه اتعودنا عليه ظهير ايسر، وحازم امام في المركز الظهير الايمن، لكن بيغيب حازم ويغيب عمر جابر طبعا، وايضا يغيب احمد علي ويغيب يوسف اوباما واحمد ديودار، بالاضافه ايضا للحارس اللي ما سافرش مع الفريق هو الحارس جنش. امامنا هنا تسديده معروف، يا ولد يا معروف، يا ولد يا معروف، جاب هدف جميل في مرمى نادي الاسماعيلي، وتسديده من نادي الزمالك اللي بيقول انه موجود بقوه لقاء صداره، لان بالامس كان في تعادل ما بين الصفاقسي وفريق نادي اليوبار في هذه المجموعه، كان تعادل 1-1. وادي امامنا هو معروف يوسف اللي اعاد اكتشاف نفسه في يعني اللقاءات الاخيره مع نادي الزمالك، وبالتحديد عندما تالق في لقاء الاسماعيلي وسجل هدف في مرمى الاسماعيلي، كان 3 اهداف نادي الزمالك. كرة على طول يعني باسم مرسي النهارده قال في تصريح على تويتر، قال ان النهارده يعني سانسى الدوري وسنركز على المسابقه كاس الاتحاد الافريقي ونركز على هذا اللقاء. هذه امامنا هنا إريك تينكلر، لاعب وسط، لاعب قائد، لاعب مميز، لعب مع جيل كان ذهبي في كرة القدم في جنوب افريقيا، منهم طبعا فيل ماسينجا وشون باركلت ومارك فيش وجون موشوي ودكتور كيمالو، كان كل ده مع كليف باركر في ذلك الوقت. تسديده اخرى لكن كرة تطلع الى خارج الملعب من جانب اللاعب امامنا هو اللاعب تابو راكالي، كرة من راكالي، خطير راكالي. هذه تيجانا اللي هيهدي لقب الدوري في حال فوز الزمالك بلقب الدوري، هيهديه للغزال الاسمر ابراهيم يوسف، طبعا النجم الكبير اللي بتمر الذكرى الثانيه على وفاه هذا النجم الكبير. امامنا فيريرا ومعاه نونو ومعاه طبعا الجهاز الفني، لكن في كابتن علاء عبد الغني موجود مع اللاعبين اللي لم يقع عليهم الاختيار، واللاعبين المصابين في القاهره بقى لاجراء تدريبات استعدادا للقاءات القادمه. امامنا هنا بنتابع ضغط من نادي امامنا هو فريق نادي اورلاندو بايرتس، تصل الى عيسى صار قدم النادي بلاتينيوم ستارز في جنوب افريقيا. امامنا هنا رايه وتسلل. ملعب مباراه اليوم، ملعب اللقاء هو ملعب طبعا مومبيلا بمدينه لسبروت، وهذا الملعب استضاف يعني طبعا لقاءات كاس العالم، لقاء هندوراس مع منتخب تشيلي، ايطاليا مع نيوزيلاند، استراليا مع صربيا، وكوريا الجنوبيه مع كوت ديفوار. وايضا استضاف افريقيا 2013 اللي اقيمت في جنوب افريقيا، وكان اهم اللقاءات كان لقاء ربع النهائي بين بوركينا فاسو وتوغو، ولقاء نصف النهائي بين بوركينا فاسو ومنتخب غانا في 2013. كرة على طول ترجع امامنا، بيعود امامنا اللاعب
مهموتزو امامنا اللاعب المدافع القوي رقم 28 وسط الملعب القائد امامنا مانيزا في الجنب اليمين الى اللاعب نيوازا شوف امامنا هنا التحضير تصل مره ثانيه اوبا مانيزا لاعب مميز قوي في وسط الملعب اوبا مانيزا وعنده 25 لقاء دوري استلام من جانب اللاعب إراسموس في اليمين الى ركالي امامنا هنا نادي الزمالك لازم يقفل خطوط ابراهيم صلاح بقى بخبره كبيره يشيل الخطوره الكبيره امامنا في اللقطه الماضيه. بدلاء نادي الزمالك النهارده في حراسه المرمى محمد ابو جبل وموجود خالد قمر وعبد الله سيسي وطارق حامد ومصطفى فتحي واسلام جمال. امامنا الهجمه هنا حكم اللقاء يشير بالاستمرار كره الماضيه كده محاوله من النجم اللي امامنا هو اللاعب باسم مرسي انطلاقه باسم مرسي لكن كره مقطوعه ترجع مره ثانيه الهجمه انطلاقاتهم خطيره قوي مركزين على الجبهه الشمال جبهه احمد سمير وادي امامنا اراسموس يعكس كره في الجبهه الشمال امامنا هو مكمل امامنا اللاعب سيفيسو امامنا بيدي ولكن هنا الحارس اللي يطمن ان شاء الله احمد الشناوي يطلع في توقيت رائع. تحدثوا عن نادي الزمالك تحدثوا عن الشناوي وعنده نادي الزمالك 20 كلين شيت لم تهتز شباكه في مختلف المسابقات. حقيقة جوزوالدو فيريرا مدرب يقود الزمالك بثبات واداء مميز في مختلف المسابقات. نادي الزمالك القرعه في اطار مسابقه كاس مصر سيلتقي ان شاء الله مع فريق نادي حرس الحدود في اطار كاس مصر. نادي الزمالك بيبقى له لقاء النصر والاهلي وطلائع الجيش وفريق وادي دجله للتتويج بلقب الدوري يحتاج 4 نقاط. امامنا كره من اراسموس كرات خطيره جدا وسط ملعب الزمالك يلم بثقه برافو يا ابراهيم قوي عملها حلوه ابراهيم صلاح. احمد توفيق يظهر لاول مره في الكادر بعد مرور حوالي 10 دقائق التعادل السلبي لكن نادي الزمالك حقيقه كان محظوظ جدا في ان الهدف اللي كان ممكن يسجل عن طريق اللاعب رقم 30 اللاعب جابوزا هدف محقق ارتطمت كورته في القائم الايسر لمرمى الحارس احمد الشناوي. شفنا محاوله من ايمن حفني في اول احداث المباراه وشفنا التسديده بتاعت معروف يوسف في الدقيقه السادسه في هذا اللقاء. مباراه قمه في هذه المجموعه زي ما قلنا تعادل الصفاقسي مع فريق نادي ليوبار في صفاقس في اللقاء اللي كان أقيم أمس. سجل اللاعب جادينزا وكان عادل اللاعب علاء الدين بن صالح لفريق نادي الصفاقسي. امامنا هنا استلم معروف يوسف في وسط الملعب معروف الى باسم لما امامنا هو باسم واحد من اللاعبين اللي الحقيقه كان احد اهم الصفقات نادي الزمالك. ادي امامنا الحاوي ايمن حفني تحدثوا كثيرا عن ايمن حفني وعن المواجهه المتوقعه النهارده مع اللاعب مطلابه. تحدثوا ايضا عن المواجهه المتوقعه ما بين مهموتزو رقم 28 والنجم باسم مرسي. ايضا كان حديث عن المواجهه ما بين كوفي وعلي جبر مع جابوزا ومع اللاعب إراسموس. ولا ننسى صراع وسط الملعب ما بين عيسى صار ومنيزا وركالي بالاضافه للاعب ميني في مواجهه كل من معروف وابراهيم صلاح واحمد توفيق. احمد توفيق عايز يعدي امامنا هنا الضغط من جانب اللاعب مهموتزو وياتي المعاون امامنا اللاعب مطلابه سجل في مرمى النادي الاهلي كان اورلاندو مع نادي الزمالك والاهلي في مجموعه واحده في دوري ابطال 2013 كان الزمالك والاهلي واليوبار واورلاندو. ادي الهجمه الخطيره ركالي عدى وادي امامنا اللاعب جابوزا حط كوره يعني حظه فيها سيء جدا. وشوف هنا بقى كان ممكن قوي يكون الهدف الاول بعد 3 دقائق وتكلر لا يبدو طبعا سعيد بعدما ضاعت الفرصه. ادي حارس المرمى الحارس مالونجو الحارس السابق سينزو مياوا كلنا نفتكره اللي كان لاعب امام الاهلي امام الزمالك في 2013 تعرض لحادث سطو مسلح كان معاه خطيبته في شهر اكتوبر من العام الماضي وحاول حمايه بقى خطيبته وقتل على اثر ذلك. عشان كده اصبح مالونجو الحارس وتعاقده مع الحارس فيليبي اوفونو حارس مرمى غينيا الاستوائيه اللي على فكره النهارده موجوده في دكه البدلاء. ايمن حفني الكاميرا طبعا والحديث وموقع اورلاندو بايرتس تحدث حول ايمن حفني وقدرات ايمن حفني وامكانياته. وامامنا هو إيريك تيكلر لعب في فيكتوريا شيتوبال لعب في البرتغال لعب ايضا في كالياري في ايطاليا لعب في بارنلي في انجلترا. وامامنا هنا اللعب كان متوقف ونشوف بقى حكم اللقاء اللي امامنا هو بعدما كان مفيش حد احسن من حد الحارس مولونجو ربط حذائه. امامنا احمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك امامنا هنا بيحاول يهدي الملعب. بدايه قويه جدا للقاء ايمن حفني سدد في اول لحظات اللقاء مع ضربه البدايه
ثم كان بعد كده الرد بقى من غزوه من الجبهه اليمين اللي فيها راكالي ونيزاوا ومعاهم راس الحربه جابوتزا اللي سدد لكن الى خارج المرمى. وبعد كده ايضا هجمه من راكالي من ناحيه اليمين، عمل عرضيه مثاليه داخل ال6 ياردات، غمزها حلوه قوي الحقيقه اللاعب جابوتزا، ولكن كره جابوتزا ارتطمت في القائم الايسر لمرمى الحارس احمد الشناوي. مطلبه 13 دقيقه تعادل سلبي. سيفيسو امامنا هو ميني يرجع في وسط الملعب. إراسموس الى عيسى صار، لاعب دولي سنغالي جنب اليمين امامنا نيوازا. راكالي عم 4-4-2 فريق نادي اورلاندو بايرتس صاحب لقب في بطولات دوري الابطال. طبعا كان فاز دوري الابطال في عام 95، فاز على فريق نادي اسك، وكان ايضا فاز بالسوبر على حساب شريط القبائل في عام 96. امامنا هنا بنتابع نادي الزمالك كما نعلم 5 بطولات في مسابقه دوري الابطال، كاس الكؤوس الافريقيه و3 مرات سوبر، بخلاف البطولات الافرو اسيوي في مناسبتين. امامنا نادي الزمالك هنا في محاوله عن طريق ايمن حفني زمالك 2015 يعني خلاف تماما عما كان عليه في 2013. امامنا هي التشكيله ومتصدر الدوري ويقترب من لقب الدوري رقم 12 في الايام القادمه بقى، انتظارا لما تسفر عنه باقي اللقاءات في الدوري العام المصري. امامنا هنا استلام معروف يوسف الى احمد سمير. تهدئه اللعب مهم قوي، تضييق المساحات مهم قوي، يعني تجنب اعطاء مساحات، لان السرعه لصالح فريق اورلاندو بايرتس، عندهم سرعه وعندهم قوه. ادي امامنا اللاعب مينيزا في وسط الملعب، مينيزا ادي امامنا التحضير، الجانب اللي بينطلق امامنا فيه هو اللاعب راكالي الى اللاعب إراسموس ده لعيب قصير عنده يعني طول 160 سم، لكن لعيب كوره، لعيب جيد، كان في سوبر سبورت يونايتد. وادي امامنا هنا باسم، لكن فين باسم؟ ادي باسم، ولكن فين تسديده من باسم؟ امامنا هو باسم مرسي، ولكن الى خارج الملعب من باسم مرسي. إريك تينكلر امامنا هو يتابع اللقاء، وتحدث إريك تينكلر عن هذه المباراة. تحدث قبل اللقاء ان احنا جاهزين للزمالك، لعبنا بشكل جيد خارج ارضنا وفزنا على اليومار، نستطيع الفوز. وقال ان هو بيلعب طبعا حاليا فترة الاعداد لهذا الفريق اورلاندو اللي بيستعد للموسم الجديد اللي هينطلق يوم 8 اغسطس في جنوب افريقيا. هات وخد خطيرة هنا، مينيزا عدى، مينيزا حكم اللقاء يدي خطأ على علي جبر هنا على حدود منطقة الجزاء. خلي بالنا من الاختراقات عن طريق اللاعب اوبا مينيزا، لاعب قائد، لاعب يملك خبرات كبيرة جدا اللاعب اوبا مينيزا. ويبدو حكم اللقاء امامنا هو بالسيشل يدي انذار كده. برنار كاميل 40 سنة عمر حكم اللقاء. احمد عيد كان غاب للايقاف عن مباراة الصفاقسي، انذار اول في اللقاء من نصيب. امامنا هو نجم الدفاع الزملكاوي علي جبر، انذار لعلي جبر في الدقيقة 16. عندهم حلول كتيرة، عشان كده بنقول ضيق المساحات، عندهم قدرة على اللعب على الاطراف، عندهم قدرة على الاختراق من العمق. واوبا مينيزا واحد من اللاعبين اللي لعبوا مع منتخب جنوب افريقيا في التصفيات 2017 في الجابون، اللي كان انتهى مع جامبيا بالتعادل السلبي. مصر في مجموعة فيها كل من تنزانيا فوزنا على 3-0، ومنتخب تشاد ومنتخب نيجيريا، في حين منتخب جنوب افريقيا في اطار التصفيات يلعب في مجموعة فيها كل من جامبيا وتعادل معها سلبيا، ويلعب ايضا مع كل من موريتانيا والكاميرون. كرة ثابتة خطيرة لفريق نادي اورلاندو بايرتس. 17 دقيقة مرت حتى الآن بسلام. فريق يملك إمكانيات عالية، مهارات وسرعة وقوة. وشفنا الكرة اللي في القائم من جانب اللاعب جابوتزا. وأمامنا هنا الاتفاق ما بين 4 لاعبين، إراسموس والقائد مينيزا، وأيضا معاهم ميني. وهنشوف بقى الحوار في هذه الكرة وفي هذه اللقطة. كرة على حدود منطقة الجزاء، وامام احمد الشناوي امامنا اهو في هذا الاختبار والحائط البشري، ومينيزا وهتنفذ فيها امامنا اهي التسديده، ولكن كره تطلع الى خارج الملعب. كره الحمد لله تطلع الى خارج الملعب. ادي مينيزا اللي عمل امامنا الكره الماضيه الى اللاعب اللي هيسدد، او امامنا زي ما توقعت اللاعب سيفيسو ميني اللي سدد هذه الكره. ادي سيفيسو ميني كان سجل في الاهلي في الجونه في لقاء 3-0 في المجموعات، وكان سجل ايضا في مرمى الزمالك. الزمالك لقاءاته مع فرق جنوب افريقيا كانت امام كايزر تشيفز، والزمالك خسر 1-2 وفاز 1-0. سجل في المباراتين ايمن منصور السوبر، و4-1 مع اورلاندو بايرتس
في 2013 والعودة كانت للزمالك لما فاز بهدف لعيد وصلاح سليمان في ذلك الوقت 2-1 وكان سجل ايضا بازيلا في تلك المباراة. ادي امامنا هنا التحضير، استلام احمد عيد، الادوار المهمة لعيد في يعني ايقاف الهجمات. ادي حمادة طلبة النهارده ظهير ايمن، حمادة طلبة، علي جبر صاحب الانذار في الدقيقة 16، محمد كوفي، خبرات عالية قوي عند كوفي. البعض قال كوفي يلعب كظهير ايمن ويدخل اسلام جمال بجوار علي جبر، لكن جيسوالدو فيريرا طبعا فضل انه يحافظ على كيان قلب الدفاع في نادي الزمالك وودع حماده طلبه في اليمين ولعب احمد سمير. ادي انطلاقات باسم، ادي باسم، حوار باسم مع اللاعب مهمودزو. نتمنى ان لا يكون حوار باسم يعني مع مهمودزو الا حوار بالاهداف ان شاء الله في هذه المباراه. مهمودزو كان غاب عن اللقاء الاول، لاعب دولي امامنا هنا من اللاعبين المميزين اللي كان سجل في نصف نهائي في مرمى الترجي في 2013 لما وصلوا الى المباراه النهائيه امام النادي الاهلي. كرات الثابته مطلبه كان سجل، وكان عادل تريكه بركله جزاء، و2-0 للاهلي. كان في القاهره كان سجل ابو تريكه واحمد عبد الظاهر في المباراه النهائيه للنادي الاهلي امام اورلاندو بايرتس. امامنا هنا بنتابع نادي الزمالك، احد طبعا يعني قلاع كره القدم المصريه. التسديده البعيده مستعجلين لعيبه الزمالك. امامنا هي تسديده للمره الثانيه كده، عدم تركيز حماده طلبه، وامامنا هو تيجانا كابتن اسماعيل يوسف، وطبعا جيسوالدو فيريرا خبراته العاليه، دهائه. حديث عن هذا المدرب، عن قدراته، عن امكانياته واستمراره وعدم استمراره. نادي الزمالك تولى ميدو المهمه وقادهم الى لقب كاس مصر، ثم تولى بعد ذلك حسام حسن المهمه، وبعد يعني طبعا حسام حسن شفنا يعني تولي كابتن محمد صلاح المهمه، وبعد ذلك طبعا قبل محمد صلاح كان باتشيكو طبعا تولى المهمه البرتغالي، ثم كابتن محمد صلاح، ثم بعد ذلك جيسوالدو فيريرا اللي بيقود المسير نادي الزمالك رغم هذه الاجهزه الفنيه المختلفه. ولكن مع الصفقات اللي بتحسب لاداره نادي الزمالك يستمر بنفس القوه رغم ما تم وما حدث. لكن الزمالك في هذا العام زمالك مختلف، زمالك من يعني لاعبين مميزين، زمالك في موسم استثنائي في كل شيء امام يعني طموحات هذا الجيل من اللاعبين اللي عندهم اصرار وعندهم رغبه في الوصول الى البطولات. ذلك ما قاله احمد الشناوي، حصد الالقاب اهم من الالقاب الشخصيه. رمي التماس حماده طلبه 20 دقيقة والزمالك ما قدمش حتى الآن العرض المنتظر، لكن الأهم هي النتيجة. في المباريات الإفريقية خارج ملعبك المهم تطلع بنتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز. مطلبة صاحب أداء مميز في الجبهة الشمال، مطلبة أيضا من اللاعبين المميزين مع منتخب طبعا الجنوب إفريقي. استلام على طول من جانب معروف يوسف، سدد كرة هي الأخطر للزمالك، وشفنا كرة أيمن حفني. أدي أمامنا باسم إلى أحمد توفيق، لكن قوة والتحامات لصالح فريق أورلاندو. وأدي الهجمات السريعة والمساحات، وأدي أمامنا اللاعب جابوتزا وكوفي. جابوتزا خطيرة الكرة، لكن الشناوي. أدي أمامنا هنا الراجل جابوتزا ده للمرة الثالثة يهرب بالرقابة ويسدد كرة قوية، ولكن كرة على طول في إيد الحارس العملاق الحارس الشناوي. حتى الآن أورلاندو بايرتس يعني بيملك وسط الملعب، مسيطرين على المباراة ووصلوا إلى مرمى أحمد الشناوي. كرة منهم كانت في القائم عن طريق اللاعب جابوتزا، مستغلين الحقيقة ومركزين قوي على هذه الجبهة. بدأ هو يميل معروف مع أحمد سمير، يطلع أحمد سمير إلى خارج الملعب. بدأ كده معروف يميل شوية على أحمد سمير عشان يقلل عليه الضغط، لأن راكالي واللاعب نيوازا 13 ورقم 25 راكالي الاثنين دايما مكملين في هذه الجبهة. ترجع كرة للخلف أمامنا إلى اللاعب مهمودزو إلى هابي جيلي أمامنا اللي سجل في مباراة ليوبار. وسط الملعب القائد مينيزا إلى راكالي استلام من راكالي، مواجهه بين راكالي واحمد سمير، يدخل في العمق، لكن المره دي ده عمل تغطيه ممتازه جدا الحقيقه احمد توفيق، وحكم اللقاء يدي خطا لصالح نادي الزمالك. هذا ابراهيم صلاح خبرات لاعبي نادي الزمالك الموجودين بخلاف تشكيل بتاع 2014، يعني لا ننقص من قدر لاعبين، ولكن نادي الزمالك يعني مختلف في هذا الموسم امام فريق البوكانيرز، طبعا الفريق القراصنه. لكن حتى الآن نادي الزمالك أجهضوا محاولات القراصنة في هذه المباراة اللي متفوقين فيها أورلاندو من حيث الأداء، ولكن نادي الزمالك حتى الآن متماسك، والقائم الأيسر كان ليه دور
في استمرار تماسك الزمالك، لان هدف مبكر كان هيبقى مشكله لنادي الزمالك في هذه المباراه. ادي امامنا إيريك تيكلر، شخصيته قويه يعني، مع مدربين مميزين، هو تولى المهمه في هذا الفريق، وكان احد المعاونين مع روجر ديسا اللي كان طبعا قادهم المباراه النهائيه في دوري الابطال. كان في ايضا فلاديمير فيرزموزوفيتش الصربي كان معاهم، في ايضا كان جوليو سيزر ليال البرازيلي، رود كرول ايضا المدرب الهولندي اللي كان احد مدربين يعني المنتخب الاولمبي المصري ومنتخب مصر، وكان ايضا مدربي نادي الزمالك، كان تولى تدريب هذا الفريق من 2008 ل 2011. حريه الصيام يعني ده قرار كان للاعبين من قبل الجهاز الفني بقى في هذه المباراه. بنتابع امامنا هجمه اورلاندو، وسط الملعب اورلاندو بايرتس، امامنا كل كره بتروح دايما للاعب اوبا مينيزا، مركزين قوي على الجبهه اليمين اللي هي الجبهه الشمال لنادي الزمالك، اللي امامنا اهو ضاغطين دايما على احمد سمير، وبدا اهو يعني يتحرك معروف يوسف في وقت كان محتاج الدعم الحقيقه احمد سمير. علي جبر انذار في هذه المباراه حتى الان، كان في الدقيقه 16 والتسديده كانت من جانب اللاعب في سيفيسو، ولكن يعني كانت الكره طبعا الاخطر هي كره اللاعب جابوتزا في القائم في بدايه المباراه. امامنا استلام احمد سمير احمد عيد. الزمالك لازم ينقل الكوره، حافظ على الكوره ما يفقدش الكوره سريعه. ادي امامنا كوفي علي جبر، حماده طلبه يحاول يعدي حماده طلبه، ولكن الكره تطلع الى خارج الملعب. لسه انتشار لاعبي الزمالك في الناحيه الهجوميه انتشار غير جيد حتى الان. ادوار الدفاعيه اللي مكلف بها توفيق ومعروف في مباراه ومواجهه صعبه. اورلاندو بايرتس فريق صعب في ملعبه، فريق يملك يعني لاعبين مهاريين، صحيح هم في بدايه الموسم على فكره، هم في فتره الاعداد اللي في نيلسبروت في هذه المدينه اللي بتقع في شمال شرق جنوب افريقيا. احمد عيد يفقد الكوره، احمد عيد ادي امامنا هنا على طول تحضير، تصل الكوره الى اللاعب ركالي، استلام في وسط الملعب، عيسى صار ارتداد من لاعيبه نادي الزمالك، مش مهم الضغط لكن المهم تضييق المساحات. ادي استلام على طول الجبهه اليمين، ركالي اتحرك اهو امامنا، يعني كأن الجبهه اليمين هي النهارده مفتاح لعبهم، وطبعا هم متابعين الزمالك وقاريين اداء نادي الزمالك. وإيريك تيكلر امامنا اهو المدرب اللي بيحاول النهارده يفرض سيطرته من خلال الجبهه اليمين اللي مركز عليها اللي هي الجبهه اليسرى في دفاع نادي الزمالك. هنشوف بقى يعني جيسوالدو فيريرا وكيفيه التعامل مع هذه الجبهه. امامنا سيفيسو ميين، استعراض للمهاره، تصل على طول الكره للاعب مينيزا التحرك من جانب اللاعب مطلابه، عدى مطلابه فاصل بالمهاره، خطيره الكره بتعدي كره مطلابه، ولكن الكره تطلع الى خارج الملعب. نادي الزمالك عليه ان يتدارك الامور سريعا، لان فريق نادي اورلاندو ضاغط بقوه بشراسه ومتفوق، وامامنا اهو يعني بنقول مفيش ضغط، لكن يعني في منطقه جزائك على الاقل تراقب ويكون في بقى يعني تركيز وفي انتباه اعلى. تعليمات خاصه كانت من قبل فيريرا للاعبين المدافعين قبل هذه المباراه. احمد الشناوي، كره خطيره قوي بتاع كره مطلبه اللي مرت بعرض الملعب من بقى اكتر من مهاجم. وسط الملعب احمد سمير، معروف، محمد كوفي، ترجع لكوفي. نادي الزمالك يمسك كوره، يهدى شويه على كورته، يمرر كوره، يحاول، لكن تشوف هنا الضغط من لاعبي فريق نادي اورلاندو بايرتس. ادي معروف احمد سمير، معروف مره ثانيه، ومحاولات ترجع الكره للخلف. ابراهيم صلاح هيشيل بقى ويلعب كره اماميه، لكن لسه الزمالك بيحافظ على كورته ما بين اللاعبين. امامنا تمريره والثانيه والثالثه والرابعه، وكره من معروف الى كوفي لعلي جبر. كويس قوي الاداء ده، تغيير الملعب مره ثانيه. علي جبر حاولوا يجبروا الزمالك على لعب الكره الاماميه، وحتى الان شايفين باسم مرسي لوحده في المقدمه وسط الحصار من ماموتزو ومن اللاعب جيلي. عدى امامنا هنا احمد توفيق، احمد عيد لاحمد توفيق، ايمن حفني، كرات اللي على الارض هنا وتبادل الكره من لاعبي نادي الزمالك. كوفي لاحمد عيد، احمد عيد لايمن حفني. حاولات الزمالك حفاظ على الكره، واحده من غزوات ايمن حفني، لكن امامه حصار اهو الرقابه المزدوجه، ترجع الى حماده طلبه، استخدام القوه والعنف، وامامنا ابراهيم صلاح يطلع الكره لخارج الملعب. ادي ايمن حفني واحد من اللاعبين المهاريين، وامامنا اهو لاعيبه نادي الزمالك بيتحدثوا مع حكم اللقاء برنار كاميل من سيشن.
هو حاطط عيد في دماغه، لان عيد يعني احمد عيد دايما عصبي، رغم ان خارج الملعب من اطيب اللاعبين، لكن دايما عصبي في المباريات، وده بيكلف يعني احمد عيد الكثير، ويكلف طبعا نادي الزمالك الكثير. نيل سبروت، وامامنا هنا في انذار. شوف انذار لمين؟ ادي حكم اللقاء ادى انذار. انذار لاحمد عيد. احمد عيد انذار. يعني احمد عيد يعني ينتظر من حكم افريقي وخارج ملعبك وبتلعب، لازم تكون اهدى من كده، والاحداث حتى الان ما فيهاش يعني ما يجعل احمد عيد في حاله عصبيه كده، دايما في العصبيه اللي هو فيها. الدقيقه 28 انذار لاحمد عيد للعصبيه. ادي الحوار ما بين مولوي وما بين إيريك تينكلر الجهاز الفني لفريق نادي اورلاندو بايرتس في هذه المباراه. معروف كرة أمامية، عيد أمامنا يحاول، أدي عيد وتدخل قوي جدا، تدخل قوي جدا، وتشوف بقى هنا إيه القرار إيه في هذه الكرة. يعني الراجل مش لاعب على الكرة وداخل بمنتهى العنف وبمنتهى القسوة، وأمامنا هو أحمد عيد، ونشوف بقى سلامات أعتقد في يعني قطع كده في شفة أحمد عيد. ألف سلامة العيد. أدي أمامنا وبص يا خبر أبيض، وإيه جسم طبعا أمامنا مهاموتزو ده، إيه مهاموتزو فعلا داخل جامد قوي في اللقطه. ادي مهاموتزو. تشوف بقى ايه قرار بقى في هذه الكره في هذه اللقطه، والراجل مش لاعب على الكره، ده راح عامل شلوت وداخل في احمد عيد، ايه في وجه احمد عيد امامنا اهو. ونشوف قرار الحكم في هذه الكره وفي هذه اللقطه، لكن هو خطا للزمالك في منطقه مميزه جدا. هنشوف نادي الزمالك بقى مباراه يعني التفاصيل الدقيقه تخلص. قبل المباراة كان في قسم من اللاعبين العنف لن يكون حل كرة القدم، ليها انتشار طبعا وليها رسالة، هي رسالة السلام. وحتى الآن المباراة يعني مباراة متفوق فيها أورلاندو من حيث الأداء، وفعلا بقى انذار من نصيب اللاعب مهاموتزو. أمامنا هو رقم 28 روي باتروس. مهاموتزو القوي جدا اللي عنده 3 لقاءات دولية، ومهاموتزو يتلقى الانذار الأول هنا في المباراة من جانب فريق أورلاندو في الدقيقة 30 من عمر اللقاء. علي جبر انذار، احمد عيد انذار، ومهاموتزو انذار. واحمد عيد خارج الملعب لاعب الزمالك وعلاج اللاعب عيد. وهذه كرة في المرمى، ولكن على طول حارس المرمى مولونجو. هذه الكرة في المرمى، الكرة الماضية اتلعبت، ولكن على طول كرة امامنا اهو احمد توفيق عايز يلعبها في البعيدة، ولكن يتصدى واحدة من الكرات الخطيرة لنادي الزمالك في الدقيقة 30 كرة احمد توفيق، لكن تعامل معها الحارس مولونجو في الكرة الماضية. مطلبة دوهم لعبوا على الاطراف بشكل جيد الحقيقة. مطلبة ومعاه سيفيسو في الجنب الشمال، وفي الجبهة اليمين اللاعب نيوازا ومعاه اللاعب ريكالي، وتحركات بقى راس الحربة اللي بنشوفه اللاعب جابوتزا، وراسموس رقم 22 بيلعب في بيسقط شوية في وسط الملعب ويعمل دور صانع العاب، يسقط في وسط الملعب مع اوبا منيزا القائد. وبيبقى بقى اللي بيأمنوا بيه الدفاعات هو عيسى صار اللاعب السنغالي رقم 18، هو دايما بيأمنين بيه امام هابي جيلي وامام اللاعب مهاموتزو. ادي امامنا هنا ايمن حفني يشيل كرة اماميه، حماده طلبه، لكن على طول تغطيه من جانب اللاعب امامنا اللاعب مطلبه الى وسط الملعب. عيسى صار 31 دقيقة تعادل سلبي قائم حتى الآن. ادي استلام على طول عن طريق اللاعب ركالي خطير ركالي، لكن دخل في العمق، والمرة دي على طول كرة مقطوعة. كوفي مشكلة ان معروف لازم يبقى ليه دور اكتر مع اللاعب امامنا. وادي كرة من علي جبر بقى، الكرات دي مش مسموح بها في مثل هذه المباريات. تمريرة من علي جبر بتقطع في الثلث الاول، وبالتالي بتبقى في منتهى الخطورة على مرمى نادي الزمالك، لكن الكرة تعود. الشناوي محمد كوفي على طول في الجنب الشمال. احمد سمير مرة تانية الى محمد كوفي. انطلاقات كوفي. ادي الزمالك يحاول يعمل الهجمة ويحاول يمرر في اتجاه باسم مرسي، لكن مقطوعة كرة ترجع الى ركالي. ادي تحركاتهم يعني على طول تحركات مميزة قوي من جانب اللاعب جابوتزا، بيعرف يهرب من الرقابة، مرة في العمق مرة يروح في الجنب اليمين. وامامنا الكرة ترجع الى نيوازا
القادم من نادي بلاتينيوم ستارز ايضا في 2014. مره ثانيه تحرك هنا وسط الملعب. راكالي لاعب بيسدد بشكل جيد. ادي معروف، خطر جدا يا معروف الى ايراسموس، لكن يا سلام شلع حماده طلبه، غطى حلو قوي طلبه. ادي ايمن حفني يا ولد عامل هجمه سريعه، هجمه للزمالك. ايمن حفني لازم يمرر بقى ويطلع الكوره. ادي عيد معاه على طول، لكن جاله معروف يمرر المره دي الى احمد عيد غير الملعب. عيد يغير على طول في اتجاه امامنا وحماده طلبه في الجنب اليمين. الزمالك يحاول في الشوط الاول يعني انه يخرج بنتيجه التعادل السلبي امام هذا الفريق الخطير فريق اورلاندو. ودي هجمه لاحمد توفيق، كان صاحب كره من كره ثابته كانت خطيره احمد توفيق، لكن مطلبه يتفوق امامنا في هذه الكرات. الزمالك يعاني من نقص عدد، ضغط ممتاز قوي في اللقطه الماضيه. ادي امامنا هنا ايمن حفني وتدخل هذه المره الى خارج الملعب. احسن الاداء لان بدا الزمالك يقرب لبعض، مره بدا يقرب حفني لتوفيق وبدا عيد ينزل لمعروف في وسط الملعب بعد ما كان في البدايه كان يعني المساحات كبيره قوي وكان متفوق اورلاندو في هذه المساحات. رمي التماس حماده طلبه يلعب كره لايمن حفني. ايمن حفني استخلاص للكره مره ثانيه. ضغط رائع الحقيقه من احمد توفيق، وادي احمد توفيق بقتال على الكره يحاول عليها، ولكن امامنا هنا الكره تطلع الى خارج الملعب. رمي التماس لصالح فريق اورلاندو بايرتس الفريق الجنوب افريقي. كره اماميه ابراهيم صلاح، حماده طلبه يرجع مره ثانيه. علي الكوفي. يعني الزمالك بدا يمسك كوره، بدا يبقى ليه يعني اسلوبه وليه اداؤه ويفرض شخصيته في اللقاء. ادي احمد سمير يحاول يكمل في هذه الجبهه، لكن مقطوعه الكره بتاعت احمد سمير. ادي الهجمه السريعه عن طريق اللاعب عيسى صار، لكن يا سلام يا كوفي يعني الحقيقه اداء مميز جدا من كوفي مع نادي الزمالك. ادي استلام من معروف يوسف، معروف على طول لعيد اللي معروف مره ثانيه. حاول لاعبي الزمالك ما يفقدوش الكره بهذه السهوله، بترد سريعا وركالي وخطا على معروف. ادي امامنا اللاعب ريكالي عنده 25 عام، والجماهير هنا تحضر في ملعب اللقاء، ملعب مومبيلا، ملعب بيسع 40,000 متفرج، واحد من ملاعب كاس العالم لما نظمتها جنوب افريقيا في عام 2010 في جوهانسبرج وكيب تاون وفي ديربن وبورت إليزابيث. وامامنا هنا هجمه ومحاوله، وادي امامنا تقطيع على الكوفي والصراع على الكره مع اللاعب ايراسموس، ولكن الكره تطلع الى ركله ركنيه الاولى في اللقاء. وايضا باقي المدن بقى سواء بقى بولوكواني وروستنبرج وبريتوريا كان كاس عالم يعني مميزه الحقيقه، كاس عالم جنوب افريقيا 2010. ركله ركنيه لصالح اورلاندو بايرتس، فريق يملك 4 بطولات في الدوري المحلي في جنوب افريقيا و8 بطولات كاس. كان اخرها كاس عام 2014 لما فازوا على بيدفست امامنا في المباراه النهائيه. امامنا الكره ترجع مره ثانيه، خطره جدا، تسديد قوي هنا من جانب اللاعب اوبا منيزا، ولكن كرته ترتطم في الحائط الدفاعي نادي الزمالك وتطلع لخارج الملعب. مميز قوي علي جبر في الكرات العاليه، شال كره خطره جدا ولكن سدد منيزا. وامامنا هو بدا يعني إيريك ترينكلر يعني يقلق على المباراه، لان الزمالك عدى بر الامام بمرحله مهمه في بدايه المباراه، واول 36 دقيقه تعادل سلبي مع فريق امامنا اورلاندو بايرتس. رمي التماس مهموتزو، رميات تماس طويله خطره جدا، ولكن علي جبر صمام الامان، توفيق يشيل ابراهيم صلاح، لكن ترجع الى امامنا اوبا منيزا. لازم على كل كره يضع الختم الخاص به، وهو احد العناصر المهمه. مطلبه يعدي مطلبه ويمر وسط الحصان ويسدد، ولكن على طول هنا الكره في ايد احمد الشريف. مطلبه يسدد، عمل كره خطيره في الدقيقه 26، وادي تسديدته اللي كانت بقى في الدقيقه 36. اتكلمنا عن الزمالك، نقول تسديده معروف في الدقيقه السادسه، كره ايمن حفني المباغته في بدايه اللقاء، والكره الثابته اللي كانت في الدقيقه 30 لعبها احمد توفيق يعني في محاوله كده لوضعها في المرمى مباشره، كان من عند منطقه ال 18 بين رميه التماس ومنطقه 18 في هذه المنطقه، ولكن طبعا تصدى عليها الحارس مولونجو، في حين كان فرص جابوتزا في الدقيقه الثالثه اللي اخترق وسدد كره في القائم كان من عرضيه كانت اللاعب ريكالي، وايضا كرات بقى خطيره جدا من جابوتزا، وان كان طبعا يعني الشناوي تعامل مع اغلبها بمنتهى اليقظه. كره على طول من جانب اللاعب منيزا الكرات الاماميه، علي جبر خلي بالنا من ارض الملعب مميزه جدا. كره ترجع من جبر الى احمد الشناوي بالقدم على طول، ما يقدرش يمسك، يشيل في اتجاه امامنا اللاعب مهموتزو، تصل مره ثانيه احمد سمير الى معروف، احمد سمير
احمد سمير يمرر المره دي، ادي امامنا الرقابه وضغط على باسم مرسي امامنا، وحكم اللقاء امامنا مش هيحسب حاجه بقى. برنار كاميل الحكم من سيشل يعني ما حسبش الكره الماضيه، يعني اللي متعودين على احتسابها في بعض اللقاءات المحليه. امامنا هنا بنتابع لكن كان خطا واضح لصالح باسم مرسي. ادي استلام من احمد عيد، يحاول المرور عيد النادي الزمالك بقى يحاول يعمل الهجمه المرتده السريعه، عملها قصيره لكن حماده طلبه يحط جسمه ويصل للكره قبل ان يحاول قطعها سيفيسو ميني. مره ثانيه الكره احمد توفيق. نادي الزمالك يحاول يعني بعد ما كان في اول اللقاء في اول 30 دقيقه كان الفريق اورلاندو بايرتس كان هو الافضل وكان هو الاخطر، ونادي الزمالك بدا يمسك كوره، بدا يمسك وسط ملعب، بدا يقرب توفيق وابراهيم صلاح ومعروف لحفني وعيد. وبنشوف بقى محاولات الزمالك هنا في شوط المباراه الاول دقيقه 38. بعض يسال الاداء مش مهم، المهم النتيجه الايجابيه سواء التعادل او ان شاء الله الفوز. كره تتلعب على طول، ادي الكره تقطع من احمد توفيق، ادي عيسى صار الى باسم، يحاول باسم لكن تصل الى توفيق. مره ثانيه عيسى صار. التحامات دي مش بيحسب فيها اخطاء حكم اللقاء، لازم اللعيبه تعرف كده كويس. ادي هجمه خطره جدا وانطلاقه، هذه المره اتحطت الكوره في الجنب الشمال، خطير هنا اللاعب اللي مكمل مابوزو عاملين زياده وانطلاقه، ولكن امامنا هو كان اللاعب جابوزا لكن علي جاب. شوف هنا الكره اتقطعت بالتوفيق، اتردد بسرعه جدا، عندهم سرعه وعندهم قوه بتجعلهم يتفوقوا في اي التحام. خطيره منيزه التسديده القويه ولكن الى خارج الملعب. فريق مميز حتى الان، فريق خطير حتى الان. بعد 39 دقيقه ما زالت المباراه تعادل سلبي. شوف الكوره واتعملت ازاي، وامامنا هنا هي المنطقه الفاضيه وكوفي هو اللي يروح يضغط. هنا ابراهيم صلاح واحمد توفيق. هل نادي الزمالك بقى يلعب باثنين ارتكاز في مثل هذه المباريات ويغير اسلوب لعبه ويغير طريقته؟ يسوالدو فيريرا معروف انه بيغير الحقيقه، ومن المدربين اللي بيحسنوا الاداء وليهم بصمات في المباريات بقراءته لاحداث اللقاء، لان حتى الان العمق الدفاعي وعمق وسط الملعب اهو بيدي تعليمات، اهو معروف بيضم مع احمد توفيق. مهم قوي يكون في كثافه لان واضح اكتر من تسديده من خارج منطقه الجزاء. وامامنا احمد سمير النهارده كان الله في عونه في هذه المباراه، فتره كبيره قوي غايب والظروف بقى بتجعله، لكن هو لاعب مميز، لكن هو لاعب وسط ايسر مش لاعب ظهير ايسر. ادي استلام ايمن حفني اللي بيحاول الى باسم يحاول امامنا اهو يحافظ على كرة المره دي. الكره على طول في الجنب اللي بينطلق حماده طلب، بيكمل في الجنب اليمين حماده يلعب كره حلوه قوي لباسم، ولكن هنا بقى الحارس وتقع الكره، لكن كان في تدخل من باسم. ادي واحده من الهجمات الزملكاويه اللي بنشوف فيها بقى الدور الهجومي من حماده طلبه وباسم مرسي مع الحارس مولونجو. واحده من الكرات الخطيره بعد مرور 40 دقيقه. عرضيه حماده طلبه في هجمه زملكاويه منظمه في اتجاه النجم باسم مرسي. احمد عيد انذار، علي جبر انذار، مهامودزو انذار. ادي الكره العرضيه وامامنا اهو الكره بتقع من حارس المرمى، الحارس امامنا اهو برايتون مولونجو حارس المرمى. تعاقدوا مع الحارس فيليبي اوفونو ضمن البدلاء. شفنا طبعا من الاستوائيه زي تمثيليه خروج تونس طبعا ركله جزاء غريبه عجيبه، وبعد كده خسروا كانوا من الاستوائيه مع الحارس اوفونو البديل النهارده بعد غانا 0-3، وخسروا امام الكونغو الديمقراطيه الثالث والرابع بركلات ترجيح. كره على طول ملعوبه مهامودزو، كرات العاليه الصراع لكن وسط ملعب نادي الزمالك. ادي بدا توفيق اهو يضم بجوار ابراهيم صلاح، ومعروف واضح التعليمات هو بيأمن وسط الملعب بثلاثه، لكن احيانا بيبقى في حاله من السرحان كده. توفيق بيبقى راح شويه في الامام جهه اليمين، وادي امامنا هنا استلام من كوفي، خطر الكرات دي يا كوفي امامنا الضغط عليه لكن يحافظ على كورته ويرجع على طول. احمد الشناوي، علي جبر، درجه الحراره 20 درجه واغلب اللاعبين صائمين، وبالتالي يعني طبعا الامور في ملعب اللقاء هنا في ليلز بروت وغير ضغط المباراه. وامامنا هو محاوله، كره مقطوعه من توفيق يقطعها اللاعب عيسى صار مره ثانيه، كره الضغط الزملكاوي. ادي باسم الى ايمن حفني وتحرك في الجنب الشمال من احمد سمير، عملها له حلوه قوي وكره تمشي وتصل لاحمد سمير وياخد رمي التماس. بدا احمد سمير يكمل، بدا حماده طلبه، بدا نادي الزمالك يبقى ليه اسلوب لعبه في مباراه اليوم، لانه كان الزمالك هو اللي منتظر الاداء. ودي خطا يا راجل في منطقه حلوه، لكن حكم اللقاء ما بيحسبش حاجه، ما بيحسبش الالعاب دي. مره ثانيه الكره تبدا الهجمه عن طريق اللاعب جابوزا امامنا في الجنب الشمال. سيفيسو ميني
لعيبه الزمالك لازم تفقد بقى خلاص اي التحام، لازم يعني يكون الالتحام زي التحام عيد كده، التحام بدم عشان يحسب حكم اللقاء. ترجع مره ثانيه الكوره في الجنب اليمين، راكالي راجع امامنا عيد يعمل دوره الدفاعي. نيوازا الى منيزة الى عيسى صار، عيسى صار الى منيزة الى إراسموس. امامنا اللاعب اللي بيحاول يسقط امامنا ويدي المساحه للاعب جابوزا، لكن نادي الزمالك هو قفل العمق ويحاولوا، لكن هنا الضغط مره ثانيه الكره سيفيسو يضغط عيد، لكن ترتطم في قدم عيد، تصل الكره راكالي، خطره جدا راكالي الكرات العرضيه، وادي امامنا كوفي الكره توب، ولكن لسه الكره مع الزمالك يشيل كره كوفي، خطره جدا الكره. احمد عيد استلام بمهاره يبحث عن المحطه الهجوميه، باسم مرسي تصل مره ثانيه الكره الى ابراهيم صلاح. خبرات اللي عند ابراهيم صلاح وكوفي، وطبعا يعني معروف يوسف، اللاعبين اللي عندهم خبرات دورهم مهم قوي. ايمن حفني، ادي ايمن عاملها يا ولد يا ايمن، لكن ايه كره يعني لفت كده على وجه قدمه وتقلش تطلع الى خارج الملعب. نادي الزمالك يحاول يعمل هجمات لكن دايما في نقص عددي. شوف بقى يعني هنا باسم مرسي في المقدمه واحمد عيد، ادي ضغط زملكاوي، وعيد بقى يعني يعمل كره غريبه عجيبه. احيانا الحماس يخلي لعيب الكره يقع في اخطاء ساذجه رغم امكانيات احمد عيد وقدراته ومهاراته وقوته وخبراته العاليه واصراره الكبير. وامامنا استلامه طول مطلبه في الجنب الشمال، سيفيسو ميني الى مطلبه، قوه الانطلاق في اطراف الملعب، مطلبه عايز يعملها تاخد، لكن علي جبر، علي على طول شيل علي في اتجاه باسم. صراع هيستمر ما بين امامنا اللاعب مهمودزو وباسم، وامامنا هنا القرار في رايه وفي تسلل، رايه وتسلل من المساعد إيديليدي مساعد تاني اللي رفع، وطبعا داني بيترويس المساعد الاول مع طاقم التحكيم اللي من سيشن النهارده في مباراه. شوط اول النتيجه هي الاهم في نادي الزمالك. نتيجه الشوط الاول تعادل سلبي امام فريق كان له الافضليه وله الفرص وله يعني السيطره والاستحواذ. حتى الان اهو وصلنا للدقيقه كام؟ الدقيقه 45 والامور خطيره وفرصه، وخلي بالك بقى لسه بنحكي الشوط الاول يخرج بامان، ولكن يضيع رقم 11 امامنا اهو سيفيسو ميني في هذه الكره الخطيره جدا في هذه المباراه. امامنا اهي ضرب عمق الدفاع، راح فيها جبر وراح فيها كوفي، لكن يا سلام يا حماده يا طلبه عمل تغطيه ممتازه، ضايق سيفيسو امامنا اهو، حط رجله مع سيفيسو، خلى سيفيسو ميني ضيع الكره الى خارج الملعب. خطره جدا. شوف إراسموس ده الرجل الخفي اللي بيلمس الكرات القاتله، ولكن هنا تدخل رائع من حماده طلبه وتطلع الكره الى ركله مرمى. الكره الاخيره بتاعت سيفيسو الخطيره في اخر لحظات الشوط الاول. التعادل السلبي القائم حتى هذه اللحظه ما بين اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونادي الزمالك المصري، اللي بيحاول في مباراه اليوم انه يحقق نتيجه ايجابيه تحافظ له على الصداره استغلالا للتعادل اللي كان ما بين صفاقسي ونادي ليوبار. عشان كده صفاقسي نقطه وليوبار نقطه، في حين الزمالك قبل هذه المواجهه 3 نقاط وايضا اورلاندو 3 نقاط. لمسه على طول عيد، لكن تعدي الكره من عيد. نيوازا ادي تدخل على طول، بس مرسي تطلع الكره خارج الملعب. جيسوالدو فيريرا يعني الاداء ممكن مش عاجبه، لكن النتيجه حتى الان جيد. لكن الزمالك حقيقه الشوط الاول يعني كان اورلاندو الافضل، ونادي الزمالك كان له يعني بعض الهجمات. ايمن حفني الى احمد توفيق، ادي توفيق المره دي داخل هابي جيلي، شوف الصراع والقوه والكره تطلع يا جيلي، تطلع يا جيلي تعال. ادي هابي جيلي امامنا اهو بيلعب ظهير ايمن، بيلعب قلب دفاع، عنده 28 سنه وبيلعب بجوار اللاعب مهمودزو في مركز قلب الدفاع. حماده طلبه غطى حلو قوي حماده وعمل هجمه مميزه قوي في الدقيقه 40 كانت الى باسم مرسي. هجمات الزمالك قليله. ايمن حفني هل يفعلها الزمالك في هذه اللحظات؟ احمد عيد محتاج يهدى شويه عيد عشان يدينا الكره الحلوه اللي تعودنا عليها احمد سمير. وهنا امامنا الكره تتفوت وفي دفعه، ولكن كره تطلع لخارج الملعب. اهم النقاط اللي اتكلم عليها جيسوالدو فيريرا مع اللاعبين، العب على الصفاره، العب بقوه، وده يعني اكيد مهم جدا الانتباه والتركيز في هذه اللحظات. ادي ايمن حفني لعيد مره ثانيه، ضغط قوي المره دي خطا لصالح عيد في اخر كرات الشوط الاول. ادي احمد عيد، بقول لحضراتكم احمد عيد من اللاعبين المهاريين
سجل في لقاء ايرون سبورت هدفين وسجل هدف في المباراه الاخرى، سجل في الاسيوطي وفي الجونه وفي الداخليه وفي دمنهور وهدفين في مرمى المقاولون العرب. ابن من ابناء نادي الزمالك، رحل الى اسوان ثم حرس الحدود ثم الاهلي الليبي. امامنا هنا صفاره النهايه لشوط المباراه الاول، التعادل السلبي في ملعب اللقاء في ملعب بومبيلا في نيلز برود في جنوب افريقيا. التعادل السلبي في شوط شهد كرات خطيره جدا من اورلاندو بايرتس، كانت ابرزها كره اللاعب جابوزا في القائم وتسديدات جابوزا ومطلبه وباقي اللاعبين واخرهم فرصه سيفيسو.